السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال في كل مكان، اسكندرية لأسوان، معكم مستر محمد سامي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، قولوا أمين. أهلا بكم أبطال أولى إعدادي، حبايب قلبي. أنا جاي النهاردة أشرح الدرس التاني، مظاهر سطح قارة أفريقيا بكل تفاصيله بكل حكاياته. جاهزين يا أبطال نبدأ المهمة؟ يلا بينا. رايحين يا أبطال على شرح الدرس التاني، مظاهر سطح قارة أفريقيا. جاهزين يا أبطال نبدأ المهمة؟ يلا بينا. بصوا معايا يا ابطال. وهب الله سبحانه وتعالى قارة افريقيا مظاهر سطح. ربنا ادى قارة افريقيا مظاهر سطح متنوعة، ادى مظاهر سطح ايه؟ متنوعة. مستر نعم. يعني ايه مظاهر سطح؟ يعني الهضاب الموجودة في افريقيا، والجبال الموجودة في افريقيا، والسهول. وعندنا نوعين من السهول، سهول فيضية وسهول ساحلية. كل ده موجود في افريقيا. يبقى متنوعة ولا مش متنوعة؟ متنوعة يا مستر. ايوه. وايه كمان؟ غنيه بمواردها وثرواتها الطبيعيه. عندها موارد كتير وثروات طبيعيه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى وهب قاره افريقيا مظاهر سطح متنوعه، يعني جبال وهضاب وسهول، وكمان غنيه بمواردها وثرواتها الطبيعيه. عندنا هنبدا باول حاجه الهضاب. كم هضبه في افريقيا؟ 4 هضاب. عندنا هضبه اسمها هضبه شمال افريقيا. هضبه اسمها ايه؟ شمال افريقيا. عندنا هضبه الحبشه. هضبه ايه يا مستر؟ الحبشه. ومدلعها نقولها يا اثيوبيه، نقولها يا اثيوبيه. طيب عندنا هضبه البحيرات الاستوائيه. هضبه البحيرات الايه؟ الاستوائيه. وعندنا الهضبه الجنوبيه. كم هضبه يا مستر؟ 4 هضاب. 4 هضاب. هضبه شمال افريقيا في الشمال فوق، وهضبه الحبشه هنعرفها دلوقتي وبندلعها نقولها يا اثيوبيه. وعندنا هضبه في النص اسمها هضبة البحيرات الاستوائية، وعندنا الهضبة الجنوبية. ايه رأيكم يا ابطال نعرفهم على الخريطة الاول، وبعد كده بقى ندرسهم بقى ايه مع بعض كده واحدة واحدة. يلا بينا نعرفهم على الخريطة. ادي خريطة افريقيا قدامكم اهي. يلا بينا. عندنا 4 هضاب. بصوا معايا. عندنا هضبة في الشمال اهي اسمها هضبة شمال افريقيا. هضبة شمال افريقيا. هضبة كبيرة قوي عاملة زي العجل اهي. هضبة شمال ايه؟ افريقيا. عندنا هضبة في الجنب او في الشرق اسمها هضبة الحبشة، حرف الشين في الشرق اهو. هضبة اسمها الحبشة اللي بندلعها نقولها يا ايه؟ يا اثيوبية. بندلعها نقولها الهضبة الايه؟ الاثيوبية. طيب عندنا هضبة في الوسط اسمها هضبة البحيرات الاستوائية. اسمها هضبة ايه يا مستر؟ البحيرات الاستوائية، حرف السين يعني في الوسط، وسط افريقيا. وعندنا هضبة في الجنوب اسمها الهضبة ايه يا مستر؟ الهضبة الجنوبية. دي حلوة دي، مكانها كده اسمها سهلة قوي. كم هضبة يا ابطال؟ 4 هضاب. ها، هضبة شمال افريقيا قدامك اهي فوق في الشمال، هضبة الحبشة في الشرق، وعندنا هضبة البحيرات الاستوائية في الوسط، وعندنا الهضبة الجنوبية. 4 هضاب. يلا بقى كده عاوزك تركز فيهم قوي، تعرف مكانهم على الخريطه لازم، عشان ممكن يجيب لك هضبه يقول لك دي هضبه ايه. لازم تبقى عارف مكانهم. عندك هضبه شمال افريقيا اهي في الشمال، هضبه الحبشه في الشرق، هضبه البحيرات الاستوائيه في الوسط، والهضبه الجنوبيه. بص يا ابطال هختبركم، همسح الهضاب وانت هتقولوا اساميها معايا. يلا بينا نمسح الهضاب. الاستيكه ايوه، نمسح كل الهضاب. عندنا كام هضبه يا ابطال؟ 4 هضاب يا مستر. ادي هضبه اهو في الشمال، هضبه اهو في الشرق، هضبه في الوسط، وهضبه في الجنوب. يلا بينا. دي هضبه ايه يا ابطال؟ ها، في الشمال، يبقى هضبه شمال ايه؟ افريقيا. لا برافو. دي هضبه في الشرق، يبقى هضبه ايه؟ الحبشه. دي هضبه ايه؟ الحبشه. طب دي هضبه في الوسط، يبقى هضبه الايه؟ البحيرات الاستوائيه. ودي الهضبه ايه يا ابطال؟ الجنوبيه يا مستر. الهضبه الايه؟ الجنوبيه. كم هضبه؟ 4 هضاب. يبقى دي هضبه ها شمال افريقيا 100 100. هضبه ايه دي؟ الحبشه. برافو. دي هضبه ايه؟ البحيرات الاستوائيه. ودي الهضبه الجنوبيه. 4 هضاب لازم تبقى عارف اساميهم زي اسمك. لازم. هلخبطك، قول لي بقى دي هضبه ايه؟ اوعى تغلط. ها، سامعك. الحبشه. برافو. طب دي هضبه ايه؟ ها، شمال افريقيا 100 100. طب دي هضبه ايه؟ هضبة البحيرات الاستوائية 100 100. والهضبة دي اسمها الهضبة الايه؟ الهضبة الجنوبية يا مستر. مش هتقدر تلخبطني، ده سهلة قوي. 4 هضاب عرفنا مكانهم على الخريطة. هضبة شمال افريقيا، هضبة الحبشة،
هضبة البحيرات الاستوائية ولا هضبة الجنوبية؟ دولت 4 هضاب هندرسهم بالتفصيل. يلا بينا جاهزين؟ يلا بينا نرجع بقى ايه للدرس بتاعنا. نروح عندنا لأول هضبة معانا. احنا دلوقتي رايحين على الهضاب. نرفع كده فوق شوية عشان كل حاجة تبقى واضحة قدام عينك. الهضاب، أغلب سطح قارة أفريقيا يتكون من هضاب واسعة. يبقى أغلب سطح أفريقيا بيتكون من هضاب واسعة. هنا هقول لك سؤال وركز في السؤال ده. يغلب على سطح أفريقيا المظهر نقط الجبلي ولا الهضبي ولا السهلي؟ طبعا الهضبي، عشان الهضاب واخدة مساحة كبيرة. يبقى تاني، يغلب على سطح افريقيا المظهر ايه؟ هتقول الهضبي. هتقول ايه؟ الهضبي. اوعى تنسى الكلمه دي، هتقول المظهر اهو الهضبي. ايوه الكلمه دي خلي بالك. يبقى يغلب على سطح افريقيا المظهر الهضبي، عشان الهضاب ايه؟ واخده مساحه كبيره قوي. كفايه هضبه شمال افريقيا اللي فوق دي كلها. طيب تعالى بقى نبدا باول هضبه، هضبه شمال افريقيا. هضبه اسمها ايه؟ شمال افريقيا. طيب انا دلوقتي هعمل معاها حوار، هكلمها. المذاكره خليها كده ممتعه، ما تخليهاش كده صعبه وحاجه وحشه. لا ركز معايا بقى. بسالها يا هضبه شمال افريقيا انت بتقعي فين؟ انا بسالها، انا بعمل معاها حوار. قالت لي عيب عليك يا مستر، انا اسمي هضبه شمال افريقيا، يبقى بقع فين؟ في شمال افريقيا، في شمال القاره. ايوه، يبقى اهو موقعها شمال القاره، وتعد مصر جزءا منها. حلو قوي. يبقى اول حاجه قالت لي موقعها، انا بقع في شمال القاره او شمال افريقيا، جاي من اسمي، ومصر جزء مني. يلا بقى، مصر ام الدنيا جزء مني، ما تنساش المعلومه دي. يبقى تعد نقط جزء منها مصر. دوله ايه؟ مصر. يبقى هي بتقع في شمال القاره، هي في الشمال، اسمها هضبه شمال افريقيا. وتعد مصر جزءا منها. انت بتتميزي بايه؟ قولي لي بقى، انا عاوز اعرف انت بتتميزي بايه؟ ايه اللي بيميزك؟ قالت لي انت شايفني تخينه قوي وكبيره عامله زي العجل. انا بتميز بالاتساع الكبير، انا كبيره قوي. طيب وايه كمان؟ وقله الارتفاع، انا مش عاليه، انا قليله الارتفاع. انا تخينه بس ايه؟ مش طويله، قصيره. طيب والانحدار تدريجيا نحو الشمال. الانحدار يا ابطال بتبقى حاجه كده عامله زي المنزل، نازله كده انحدار، هو ده الانحدار. منحدر، حته عاليه ونازله على حته ايه؟ منخفضه. هي الانحدار تدريجيا نحو الشمال حتى تلتقي بسواحل البحر المتوسط. خلي بالك. يبقى تاني، هضبة شمال افريقيا انت بتقع فين؟ انا عاوز اعرف انت بتقع فين. انا بقع في شمال القاره يا مستر. طيب وايه اللي جزء منك؟ انا عاوز اعرف الحته دي. مصر يا مستر، بلدك ام الدنيا. برافو. طب انت بتتميزي بايه؟ انا عاوز اعرف انت بتتميزي بايه. 3 حاجات، يلا قولهم بقى واحده واحده. الاتساع الكبير، قول معايا كده. الاتساع الكبير. ايه كمان؟ قله الارتفاع. قله الارتفاع. والانحدار تدريجيا، والانحدار تدريجيا نحو الشمال حتى التقي بسواحل البحر المتوسط. برافو. ده كده مميزاتها. يبقى هي دي كده موقعها ومميزاتها. تقع شمال القارة وتعد مصر جزءا منها. بتتميز بالاتساع الكبير وقلة الارتفاع والانحدار تدريجيا نحو الشمال حتى تلتقي بسواحل البحر المتوسط. طيب انا دلوقتي يا هضبة انا غلبت معاكي، عايز اعرف ايه مظاهر السطح اللي عليكي؟ ايه اللي عليكي؟ ايه اللي عليا؟ انا مش عليا عفريت ولا حاجة. امال ايه؟ انا بتكلم ايه اللي عليكي؟ ايه مظاهر السطح اللي عليكي؟ ايه مثلا؟ في جبال عليكي، في صحراء عليكي، في هضبة عليكي، في اي قولي لي بقى اللي عليكي. قولي لي بقى اهم مظاهر السطح اللي عليا. اول حاجة الصحراء الكبرى. الصحراء الكبرى عليكي؟ ايوه، ودي اكبر الصحاري الحاره في العالم. يبقى هيجي لك سؤال كاسح فاسح ماسح، ايه اكبر الصحاري الحاره في العالم؟ تقول انت قاعد رايق مسرح شعرك وحاطط جل، هتكتب الصحراء الكبرى. اول حاجه عليها الصحراء الكبرى. 2 الجبال. عليا جبال. ايه ده؟ عليك جبال؟ زي جبل ايه؟ اديني مثال. زي جبل العوينات. جبل ايه؟ العوينات. والجبل ده بيمتد على الحدود بين 3 دول، مصر والسودان وليبيا. يلا بقى،
يبقى هو مثل جبل عوينات على الحدود بين مصر وليبيا والسودان. هو جبل عوينات اهو يا ابطال. جبل عوينات الجبل الصغنن ده، دي مصر اهي، وادي ليبيا اهي، وادي السودان اهي. جبل عوينات في النص. تعال نغير اللون عشان تبقى واضح ايه وشايفه. نعمل لون تاني كده. بص يا ابطال، هو جبل اللي بسمره لك هو ده جبل عوينات اهو، بكبره لك كمان. ده جبل عوينات بيقع بين 3 دول، مصر وليبيا والسودان، اعرفوا برضو. يبقى ده جبل ايه يا ابطال؟ العوينات يا مستر. طيب يبقى اول حاجه عليها الصحراء الكبرى، ودي اكبر الصحارى الحاره في العالم، وعليها جبال زي جبل ايه؟ العوينات الذي يمتد على الحدود بين مصر وليبيا والسودان. طيب انت عليك ايه كمان؟ انا عندي منخفضات. منخفضات انا اخر الليل بقعد كده واحط قطره في عينيا. عندي منخفض اسمه منخفض القطاره. منخفض ايه؟ القطاره، وده في مصر. عندي منخفض القطاره ده في مصر. يبقى عندي منخفضات زي منخفض الايه؟ القطاره اللي في مصر. تمام. عندك ايه كمان؟ عندي واحات. عندك واحات زي واحد سيوه في مصر وواحد الجوف في ليبيا. يبقى عندها واحتين، واحد سيوه في مصر وواحد الجوف في ليبيا. واحد سيوه في مصر وواحد الجوف في ليبيا. يبقى دي عن كل ده عندها. ده رقم 1، رقم 2، رقم 3، رقم 4. 4 حاجات على الهضبه دي. نظبط الخط كده بس شويه عشان كل حاجه تبقى ايه؟ واضحه قدامك. صغروا شويه كده بس. يبقى عرفنا دلوقتي ان الهضبه دي عليها 4 حاجات. اول حاجه الصحراء الكبرى، ودي اكبر الصحارى الحاره في العالم. عليها الصحراء ايه؟ الكبرى، ودي اكبر الصحارى الحاره في العالم. عليها جبال زي جبل ايه؟ العوينات بين مصر والسودان وليبيا. عادي تقول الدول براحتك، مصر وليبيا والسودان، المهم تقول ال3 دول وخلاص. طيب عليها ايه كمان؟ منخفضات زي منخفض القطاره. منخفض القطاره اللي بمصر. عليها واحات زي واحد سيوه في مصر وواحد الجوف في ليبيا. انا كده خلصت هضبه شمال افريقيا. يلا يا ابطال كده بقى نعمل عليها مراجعه جامده. يلا بينا. هسأل بقى، هي الهضبه شمال افريقيا موقعها فين؟ بتقع فين؟ مستر شمال القاره. تمام. وتعد نقط جزء منها مصر. طيب هي بتتميز ب3 مميزات. ايه هم بقى؟ اول حاجه الاتساع الكبير، كبيره قوي. طيب وقله الارتفاع. وايه كمان؟ والانحدار تدريجيا نحو الشمال حتى تلتقي بسواحل البحر المتوسط. دي كده مميزاتها. طب قول لي بقى، الهضبه دي عليها اكبر صحارى حاره في العالم، اسمها ايه؟ مستر الصحراء الكبرى. 100 100. طيب عليها جبال زي جبل نقط العوينات اللي بين مصر وليبيا والسودان. برافو. عليها منخفضات زي منخفض اللي في مصر، منخفض القطاره يا مستر. طب عليها واحات زي واحد ايه وواحد ايه؟ واحد سيوه اللي في مصر وواحد الجوف اللي في ليبيا. برافو عليك يا ابطال. ادي كده اول هضبه خلصناها. مع السلامه يا هضبه شمال افريقيا. طيب تعالوا نخش على الهضبه الثانيه. هضبه اسمها هضبه الحبشه، اللي بندلعها نقولها يا بت يا ايه؟ يا اثيوبيه. بنقولها يا بت يا اثيوبيه. طيب هضبه الحبشه، فاكرين لما سالتها الخريطه من شويه كنت راسمها في الشرق، فانا بسالها انت عايز اعمل معاكي حوار يا هضبه، انت موقعك فين؟ مثلا انت لسه قايل في الشرق، شرق القاره، في الجزء الشرقي. يبقى موقعها الجزء الشرقي من القاره. حلو، عرفنا كده مكانها. يلا بقى نشوف مميزاتها. انت بتتميزي بايه يا هضبه؟ مستر لو سمحت لو تتكلم، لما تتكلم معايا اقف عدل، اقف معه وكلم عدل، اقف معه وكلم عدل. انا بتميز بشده ارتفاعي، انا اعلى هضاب القاره، ما حدش يقدر يهمني. انا بتميز بشده الارتفاع، فانا اعلى هضاب القاره. انا عاليه جدا رغم ان انا صغيره بس عاليه قوي، فهي بتتميز بشده ارتفاعها، فهي اعلى هضاب القاره. هنا اجيب لك سؤال، ايه اعلى هضاب القاره؟ هتكتب هضبه الحبشه. تكتب هضبه ايه؟ الحبشه. طيب وبتتميز بايه كمان؟ بتميز بخصوبه التربه. بخصوبه ايه؟ التربه. طيب بسبب التفوح البركانيه.
يبقى في حاجه اسمها البراكين. البراكين دي لما بتطلع بتعمل حاجه اسمها خصوبه التربه، بتطلع حاجات من باطن الارض فتؤدي الى خصوبه التربه. يبقى اما اقول لك سؤال بما تفسر خصوبه التربه في هضبه الحبشه، هتكتب بسبب الطفوح البركانيه. بسبب ايه؟ الطفوح البركانيه. طيب ما النتائج المترتبه على خصوبه التربه؟ ساعد ذلك على ايه بقى؟ قيام حرفه الزراعه، وايه كمان؟ ونشأة الحضارات القديمة بها. ونشأة الحضارات القديمة بها. قيام حرفة الزراعة ونشأة الحضارات القديمة بها. الشاطر اللي هوديه القناطر. هتقول لي مثال الحضارة اللي نشأت على في اثيوبيا دي في هضبة الحبشة. خدناها حضارة ايه؟ كانت مع دولة كمان. كانت مع دولة اريتريا، الاثنين اثيوبيا واريتريا. حضارة زي ايه؟ ها؟ اكسوم يا مستر، برافو. حضارة ايه؟ اكسوم. يبقى دلوقتي هضبة الحبشة اول حاجه لها اسم كمان، اسمها الهضبه الاثيوبيه. طيب هي بتقع فين؟ بتقع في شرق القاره، في الجزء الشرقي يا مستر، برافو. طيب هي بتتميز بايه؟ بتتميز بشده ارتفاعها عاليه قوي، فهي اعلى هضاب القاره. هي ايه؟ اعلى هضاب القاره. طيب بتتميز بايه كمان؟ بخصوبه التربه يا مستر، بخصوبه التربه. التربه عندها خصبه. خصبه ليه بقى؟ يعني صلاح للزراعه، خصبه بسبب الطفوح البركانيه. يبقى ما اقول لك سؤال بما تفسر خصوبه التربه في هضبه الحبشه، هتكتب ايه؟ بسبب الطفوح البركانيه. ايوه كده، ايوه كده، فرحني. طيب ما النتائج المترتبه على خصوبه التربه في هضبه الحبشه؟ هتكتب ايه؟ مستر سهل قوي. قيام حرفه الزراعه، 100 100. ايه كمان؟ نشأة الحضارات القديمه بها. ايوه اهي، قيام حرفه الزراعه ونشأة الحضارات القديمه بها. بيقول لك لاحظ ملحوظه كده هتاخدها في الدرس الثالث، ان الامطار بتسقط عليها في الصيف في الهضبه ديت، عشان كده تعد المنبع الموسمي لنهر النيل. وهنعرف موضوع المنبع الموسمي والمنبع الدائم في الدرس ايه؟ الثالث، وهناخدها بالتفصيل. اوعى ما تتابعنيش، هعمل لك كل حاجه اللي انت عاوزها، ركز بس معايا كده. يعني الملحوظه دي نسيبنا منها دلوقتي يا مستر؟ سيبنا منها عشان ما نتلخبطش. كده كده هناخدها بالتفصيل في الدرس الثالث بتاعت الامطار الصيفيه دي والمنبع الموسمي. احنا كده خلصنا هضبه الحبشه. عاوزين نعمل بقى نفرتكها. نفرتكها، عاوزين نفرتكها مع بعض. يلا بينا. هضبه الحبشه اسمها التاني الايه؟ الهضبه الاثيوبيه، برافو. موقعها ايه؟ الجزء الشرقي يا مستر، شرق القاره. طيب هي تتميز بشده ايه؟ بشده ارتفاعها، فهي اعلى هضاب القاره. طب انا هتدخل بسؤال بقى، بما تفسر خصوبه التربه في هضبه الحبش، هتكتب ايه؟ بسبب الطفوح البركانيه يا مستر، برافو. طب ما النتائج المترتبه على خصوبه التربه؟ هتكتب ايه؟ حاجتين، قيام حرفه الزراعه، تمام، ونشأة الحضارات القديمه بها، تمام. وبس كده يا مستر؟ انت قلت لنا على الملحوظه اللي تحت هناخدها بالتفصيل في الدرس الثالث، يعني مش نقراها دلوقتي عشان ما نتلخبطش. تمام. تعال نخش على الهضبه الثالثه، اسمها هضبه البحيرات الاستوائيه. ايه يا مستر انت فاهم كده ليه؟ ما حرف السين ده اللغز، ما هي كلمه الاستوائيه هتقع في الوسط. يعني شفت؟ وبيمر بها دائره الاستواء، شفت فيها كام حرف سين؟ اي هضبه البحيرات الاستوائيه، موقعها وسط القاره وتمر بها دائره الاستواء. يبقى اجيب لك سؤال صح وغلط. تقع هضبه البحيرات الاستوائيه وسط القاره صح يا مستر؟ يا ابني اصبر، لازم تكمل السؤال للنهايه عشان انا ممكن الخبطك في اخر حته. بص يا لسه ما كملتش السؤال، اوعى تقول صح ولا غلط غير ما اكمل السؤال. تقع هضبه البحيرات الاستوائيه وسط القاره ويمر بها مدار الجدي. هتقول صح برضو؟ لا يا مستر غلط. امال بيمر بها ايه؟ دائره الاستواء. انت لسه قايل اهو بيمر بها دائره الايه؟ الاستواء. يبقى هي بتقع فين؟ في وسط القاره ويمر بها دائره الاستواء. اتفقنا؟ ده موقعها، اسمها هضبه الايه؟ البحيرات الاستوائيه. بتقع فين؟ وسط القاره يا مستر ويمر بها دائره الاستواء. تتميز بثلاث مميزات. اول ميزه الانحدار من الجنوب للشمال. مستر يعني ايه انحدار؟ انحدار عامله كده، مش مستقيمه كده، عامله كده، بتنحدر من الجنوب للشمال زي هضبه شمال افريقيا. ايوه انت قلت لنا بتنحدر نحو الشمال، ما هي الجنوب للشمال برضه. يبقى الانحدار من الجنوب للشمال، ادي اول ميزه.
يبقى تتميز بالانحدار نقط. اقول لك بقى سؤال صح وغلط. تتميز هضبة البحيرات الاستوائية بالانحدار من الشمال للجنوب. غلط يا مستر، من الجنوب للشمال. لسه قايلها من الجنوب للشمال. ادي اول حاجة. الحاجة الثانية وجود القمم الجبلية البركانية بها. عندها قمم جبلية بركانية. عندها ايه يا مستر؟ اهي قمم جبلية بركانية. قمم جبلية بركانية. طيب ايه كمان يا مستر؟ كثرة البحيرات العذبة بها. عندها بحيرات ايه؟ عذبة. مثال يا مستر مثل بحيرة فيكتوريا. ايه ده؟ اسمها غريب قوي يا مستر. دي على اسم ملكة انجلترا. كانوا محتلين وسط افريقيا وكانوا عاملين بحيرة هناك سموها على اسم الملكة. سموها بحيرة ايه؟ فيكتوريا. بحيرة فيكتوريا، ودي بحيرة عذبة ميتها عذبة. ثاني اكبر البحيرات العذبة في العالم. تاخدها ان شاء الله بعدين معايا برضه. يبقى دلوقتي عندك مميزاتها. نقولها واحدة واحدة يا مستر، انت كده بالراحة واحدة واحدة وبالراحة علينا، احنا لسه ايه صغننين. عينيا انتوا تأمروا واحدة واحدة. هضبة البحيرات الاستوائية بتقع فين؟ بتقع وسط القارة. تقع فين؟ وسط القارة. طب يمر بها ايه؟ دائرة الاستواء. ايوه الحركة دي بتاعت دائرة الاستواء مش بتاعت وسط. اعمل كده وسط يا مستر اهو. وسط القارة ويمر بها دائرة الاستواء. طيب بتتميز بثلاث مميزات. اول ميزة الانحدار. منين لمنين؟ من الجنوب للشمال. منين؟ من الجنوب للشمال. تاني ميزة وجود القمم الجبلية البركانية بها. عندها قمم جبلية بركانية. تالت ميزة يا مستر كثرة البحيرات العذبة زي بحيرة ايه؟ فيكتوريا. بحيرة فيكتوريا. تمام، ده كده مميزاتها. لاحظ تسقط عليها الامطار طوال العام لذلك تعد المنبع الدائم. ايه ده يا مستر؟ بيقول لك هتاخدها بالتفصيل في الدرس القادم اللي هو الدرس الثالث. يعني الملحوظه دي زي اللي فوق نتجاهلها شويه او نتجاهلها. حلوه كلمه نتجاهلها شويه دي. بلاش نذاكرها دلوقتي. كده كده هنذاكرها في الدرس الثالث بالتفصيل. فبلاش الملحوظه دي دلوقتي عشان ما تتلخبطش مني. خلينا مركزين على هضبه ان شاء الله. واحد في الدرس الثالث اظبطها لك الملحوظه دي والملحوظه اللي فوق. ما تقلقش انا مش عايز الخبطك. تعالى بقى معايا يلا راجع على هضبه البحيرات الاستوائيه. اسمها يا مستر هضبه البحيرات الاستوائيه. بتقع فين يا ابطال؟ وسط القاره. تقع فين؟ وسط القاره. ويمر بها ايه؟ ويمر بها دائره الاستواء اللي في النص. طيب بتتميز بثلاث مميزات. اول حاجه الانحدار. منين لمنين يا ابطال؟ من الجنوب للشمال يا مستر. ووجود القمم الجبليه البركانيه بها. ثالث ميزه كثره البحيرات العذبه بها مثل بحيره ايه يا ابطال؟ فيكتوريا. مثل بحيره فيكتوريا. دي هضبه البحيرات الاستوائيه. طيب تعالى نخش على الهضبه اللي عليها الدور. هضبه اسمها الهضبه الجنوبيه. دي اللي تحت اسمها يا مستر الهضبه الجنوبيه. طيب هعمل معاها حوار صغير. انت يا هضبه جنوبيه بتقع فين؟ بلاش السؤال ده، انت سالته قبل كده غلط. يعني اقول لك ايه بس؟ ارد عليك واقول لك ايه؟ ده انا اسمي الهضبه الجنوبيه. يبقى بقع فين يا مستر؟ جنوب القاره. معلش. ايام سوري يا هضبه. ايام سوري انا اسف جدا. انت بتقع جنوب القاره عشان اسمك الهضبه الجنوبيه. ايوه تمام يا مستر. طيب انت بتتميزي بايه؟ قالت لي انا بنحدر نحو الشمال زيهم. لا انا بنحدر نحو السواحل الشرقيه. انا بنحدر نحو السواحل الشرقيه. قالت لي انا بنحدر نحو السواحل الشرقيه. طيب هنا بقى انا هتدخل بسؤال. لو انت شاطر وهوديك القناطر، هي السواحل الشرقيه دي بتطل على المحيط ايه؟ الهندي ولا الاطلنطي؟ مستر الهندي. ايوه يبقى فعلا السواحل. طب لو كانت الغربيه يبقى الاطلنطي. بس هنا قالت الايه؟ السواحل الشرقيه اللي هي ايه يا ابطال؟ المحيط الهندي. تمام اللي في الشرق. يبقى تاني موقعها بتقع جنوب القاره. وتتميز ايه؟ بشده انحدارها نحو السواحل الايه؟ الشرقيه. طيب يوجد في الجزء الشرقي منها كمان يوجد ايه يا ابطال؟ جزء من الاخدود الافريقي العظيم. ايه يا مستر؟ الخدود يعني ولا ايه؟ لا يا ابطال. الاخدود الافريقي العظيم دي انكسارات في افريقيا. زي ما يكون افريقيا كده بطيخه مشقوقه كده من الجنب. زي ما يكون واحد جاب سكينه كده وراح جاي شق افريقيا كده. هو ده الاخدود الافريقي العظيم. هو ده شق كده موجود في افريقيا. ايه ده؟ افريقيا فيها شق؟ ايوه بس احنا مش بعيد عننا طبعا. يبقى دلوقتي
يوجد بالجزء الشرقي منها جزء من الاخدود الافريقي العظيم، جزء من الاخدود الافريقي ايه العظيم يا ابطال. طيب هنعرفه دلوقتي ونعرفه بالتفصيل، ما نستعجلش معايا واحده واحده عشان تفهم كل حاجه. يبقى الهضبه الجنوبيه نخلص منها. الهضبه الجنوبيه بتقع فين؟ جنوب القاره. حلو. بتتميز بايه؟ بالانحدار بشده نحو السواحل الشرقيه، اكتب جنبها يعني نحو المحيط الهندي. طيب يوجد في الجزء الشرقي منها ايه؟ الاخدود الافريقي العظيم. الايه؟ الاخدود الافريقي العظيم اللي انت هتتكلم عنه دلوقتي وتعرفه لي عشان انا مش عارفاه او انا مش عارفه. عينيا انت تؤمر. طيب يبقى دلوقتي دي الهضبه الجنوبيه، نراجع عليها يلا يا ابطال. موقعك فين يا هضبه الجنوبيه؟ جنوب القاره يا مستر. بتتميزي بايه؟ بالانحدار بشده نحو السواحل الشرقيه. طيب الجزء الشرقي منك موجود فيه ايه؟ موجود الاخدود الافريقي العظيم. تمام يا ابطال، يلا بينا نشوف بقى ايه حكايه الاخدود الافريقي العظيم ده اللي بيقولوا عليه ده. بصوا بقى معايا. الاخدود الافريقي العظيم عباره عن انكسارات طوليه، مجموعه انكسارات طوليه في شرق القاره. زي ما قلت لك افريقيا كده زي ما تكون مش من الجنب كده مشقوقه من ايه متكسره. يبقى دلوقتي عباره عن انكسارات طوليه في شرق القاره تتجه بشكل عام من الجنوب للشمال. يعني الانكسارات دي جايه من تحت كده ورايحه فوق للشمال. خلي بالك كده اهو، هو الخط الاحمر ده اهو انكسارات طوليه جاي من تحت، هي ده الاخدود الافريقي العظيم. زي ما تكون افريقيا كده مشقوقه اهي من الجنب. يبقى عباره عن انكسارات طوليه بتتجه بشكل عام من الجنوب للشمال. هي موجوده في اي اتجاه من افريقيا؟ غرب افريقيا ولا شرق افريقيا يا مستر؟ لا، موجوده شرق افريقيا. يبقى عباره عن ايه؟ الاخدود الافريقي العظيم عباره عن انكسارات طوليه، عباره عن انكسارات ايه؟ طوليه في شرق القاره تتجه بشكل عام منين لمنين؟ من الجنوب يا مستر للشمال، من الجنوب للشمال. تمام. ويعد كل مما ياتي اجزاء منه، اجزاء من الاخدود ده، زي خليج العقبه. خليج العقبه يا ابطال الحته دي الصغيره دي في خليج السويس وخليج العقبه. البحر الاحمر بذات نفسه، البحر الاحمر بذات نفسه جزء منه برضو، وخليج عدن برضو اللي موجود ده يا ابطال جزء منه. يبقى في 3 حاجات تعد اجزاء منه. عندنا خليج العقبه، البحر الاحمر، خليج عدن. يبقى دلوقتي ده الاخدود الافريقي العظيم. بقول لك هو عباره عن ايه؟ انكسارات طوليه. عباره عن ايه؟ انكسارات طوليه. طيب موجوده في اي اتجاه يا ابطال؟ شرق القاره يا مستر. تتجه بشكل عام منين لمنين؟ من الجنوب للشمال، من الجنوب للشمال. ايه اللي تعد اجزاء منه بقى؟ 3 حاجات لازم تبقى عارفهم كويس قوي. طيب هنجيبها من فوق عادي براحتك بقى، عايز تجيبها من اي اتجاه براحتك. خليج العقبه، البحر الاحمر، خليج عدن. اهو خليج العقبه، البحر الاحمر، خليج عدن. ال3 دولت جايين من الاخدود الافريقي العظيم. طيب انا هقول لك حاجه كده يعني ايه لسه جايب بالي دلوقتي. سؤال للاذكياء، سؤال مهم. قول لي بقى اول حاجه اتكونت فيهم ايه؟ مش هقول لك الاجابه، اكتب لي الاجابه في التعليقات. اول حاجه اتكونت فيهم ايه؟ هل خليج العقبه ولا هل البحر الاحمر ولا هل خليج عدن؟ ولو انت جبته تبقى انت ايه؟ يبقى انت عالمي، تبقى انت 100 100، يبقى انت لك هديه من الاخر. لو لقيت كده تعليقات كتير جايبه الاجابه صح، هشوف احسن تعليق او هختار عشوائي كده، هعمل قرعه بين التعليقات واشوف مين اللي ايه، مين اللي يكسب، واقول اسمه ويتواصل معايا. خلاص؟ اللي هو هيقول لي الهون اتكون الاول، هل هو من الاخدود الافريقي العظيم لما اتعمل لما حصل في شرق افريقيا كون ال3 حاجات دولت، بس مش مع بعض، مش وقت واحد، في حاجه اتكونت قبل حاجه. لو انت شاطر وهوديك القناطر قول لي بقى اللي اتكون الاول فيهم ايه. ماشي يا ابطال؟ انا مستني بقى، هتبقى عالمي لو عرفت لي اول حاجه اتكونت في الاخدود ده ايه، تبقى عالمي عالمي. طيب خلصنا الاخدود العظيم، نراجعه بقى مع بعض. هو عباره عن انكسارات طوليه في شرق القاره تتجه من الجنوب للشمال، تعد نقط اجزاء منه البحر الاحمر، خليج عدن، خليج العقبه. قولها براحتك،
مش مهم يعني الترتيب ده، احنا الترتيب ده بينا وبين بعض بقى. طيب ده بالنسبه لاخدود الفكر العظيم، وده بالنسبه للهضاب يا ابطال. كده خلصنا الهضاب في افريقيا. عندنا كام هضبه؟ 4 هضاب. 4 ايه؟ هضاب. طيب قبل ما نخش على الجبال تعالى بقى نلقي نظره على الهضاب تاني على الخريطه. لازم نبقى برضو ايه درسنا كويس. اما اشوفكم بعد ما قلنا كل حاجه عن الهضاب، اسالك بقى مين الهضاب دي؟ دي هضبه ايه؟ شمال افريقيا، برافو. طب دي هضبه ايه؟ الحبشه. طب دي هضبه ايه؟ البحيرات الاستوائيه. طب دي الهضبه الايه؟ الجنوبيه. طب هسالك سؤال مش عارف فاهم ولا لا، ايه اعلى هضبه فيهم؟ اعلى واحده هضبه الحبشه الصغيره دي، النونه دي، هي صغيره بس ايه؟ عاليه موت. طب ايه اكتر هضبه واسعه كبيره؟ اهي باينه يا مستر، هضبه شمال افريقيا. طب ايه الهضبه اللي بيمر بها دائره الاستواء؟ جاي من الاستواء يبقى هضبه البحيرات الاستوائيه. طب ايه الهضبه اللي فيها الاخدود الافريقي العظيم؟ الهضبه الجنوبيه يا مستر، برافو. دي ال4 هضاب بتوعنا. طيب يبقى احنا كده خلصنا الهضاب. هنخش على الجبال. نخش على ايه؟ الجبال يا ابطال. يلا بينا واحده واحده كده. قبل ما نخش على الجبال تعالى نعرف خريطه افريقيا فيها ايه ونراجع مع بعض. قولوا لي يا ابطال، ده البحر الايه؟ البحر المتوسط، برافو. طب ده البحر ايه؟ البحر الاحمر، ايوه كده ابو قرنين. ده المحيط ايه يا ابطال؟ المحيط الهندي يا مستر. طب ده المحيط الايه؟ المحيط الاطلنطي. طب ده مضيق ايه يا ابطال اللي بيقرب افريقيا من اوروبا؟ مضيق جبل طارق. طب ده مضيق ايه يا ابطال؟ مضيق باب يا اختي المندب. مضيق باب ايه يا اختي المندب. ايوه. تعالى بقى نخش على الجبال. حبيت بس كده ايه افصلك شويه، اديك حاجه كده انت عارفها برضو. الجبال، يلا بينا نخش على الجبال. بص يا ابطال، عندنا في افريقيا 6 جبال اساسيه لازم تبقى عارفه، وعندنا جبلين كده صغيرين، يعني مجموع الجبال 8. كتير قوي يا مستر، خفش واحده واحده هتفهموا. بص بقى، اول جبال معايا عندي جبال كده اهي، جبال في الحته دي كده اسمها ايه يا مستر؟ دي اسمها جبال اطلس. جبال ايه؟ اطلس. ايه ده احنا خدناها في سنه 6. ايوه اسمها جبال اطلس يا ابطال. جبال ايه؟ اطلس. ادي اول جبال اهي. طيب تاني جبال يا ابطال، ده البحر الاحمر اهو. في جبال كده جنبه اسمها ايه دي يا مس؟ اسمها على اسم البحر، جبال البحر الاحمر. الله، ده اسمها سهل قوي، ده جاي على اسم البحر. حلو. طيب يبقى عندنا جبال اطلس وعندنا جبال ايه؟ البحر الاحمر. بعد كده يا مستر عندي اصله دي بقى، في جبل بقى اسمه ايه الجبل ده؟ اسمه جبل كينيا. جبل ايه؟ كينيا. حلو، على اسم دولة اسمه جبل كينيا. جبل كينيا. طيب في جبل هنا اسمه، ركز معايا في اسمه بقى، كليمنجارو. ايه ده يا مستر؟ ايه الاسم الغريب ده؟ طب هقولها لك بطريقه سهله، يلا بينا. بص هنقسمها من جارو. راح من جارو اهو من جارو. هو من جارو او على بعضها بقى كليمنجارو. احنا حبينا بس نقسمها عشان تبقى واضحه. يبقى 4 جبال. بص يا ابطال بقى، في جبال في الحته اللي تحت دي، في الجنب دي، في الجنوب، اسمها ايه يا مستر؟ كان في بنت في مصر اسمها كنزي. البنت دي كانوا بيتنمروا عليها. البنت دي عاوزه تطفش، خدت شنطتها وخدت حاجاتها ونزلت من على مصر على الجنوب. البنت دي عشان اعرفك قصه الجبال دي بس، البنت دي اللي اسمها كنزي دي عملت ايه؟ دار، بيت جديد، دار، وفوق الدار ده هي بتحب تربي حمام، عملت برج. ففي جبال بقى اتسمت على القصه دي كلها. جبال اسمها ايه يا مستر؟ اسمها كنز برج. جايه من الدار بتاعتها، فاكر عملت دار، والبيت اسمها ايه؟ كنز اهو. البرج بتاعها، برج الحمام بتاعها. يبقى دلوقتي اسمها جبال ايه يا ابطال؟ جبال كنزبرج. جبال ايه؟ كنزبرج. طيب
حكايه القصه دي حقيقيه يا مستر؟ لا مش حقيقيه طبعا، تاليف. يبقى دلوقتي يبقى الجبال دي اسمها جبال ايه؟ دراكنزبرج. طيب اخر جبال يا ابطال في الحته دي كده صغيره اسمها جبال الكاب. جبال ايه يا مستر؟ الكاب. ها طاقيه على ايه بالانجليزي؟ كاب. جبال الكاب. طيب كده الجبال الاساسيه بتاعتنا 6 جبال اساسيه. تعالى بقى واحده واحده كده نعرفهم مع بعض. نمسح الاول كده واحده واحده عشان ايه نبقى ايه عارفينهم واحده واحده، ما نستعجلش. طيب عندنا كده 6 جبال اساسيه. قولهم لي بقى يا مستر واحده واحده كده، ما تستعجلش عليا عشان ايه ما تلخبطش. ماشي. نظبط دي بس كده شويه، ايوه نظبطها، ونظبط دي برده كده، ونظبط الجبال دي كلها واحده واحده. بصوا بقى بالراحه. دي جبال ايه؟ اطلس. جبال اطلس عارفينها. دي جبال ايه؟ اطلس. اسمها ايه؟ اطلس. طب دي جبال ايه؟ البحر الاحمر، على اسم البحر. جبال البحر الاحمر. لغايه كده الحكايه سهله يا مستر. دي جبال اطلس ودي جبال البحر الاحمر. طب ده جبل ايه؟ ده جبل كينيا. جبل كينيا. حلو كينيا برضو. دي جبال ايه؟ ها جبال كليمنجارو. فاكر كلمنجارو؟ كلمنجارو هي بقى ها كليمنجارو. دي جبال ايه؟ على اسم القصه دراكنزبرج. اكتبها كده دراكنزبرج. طب دي جبال ايه؟ الكاب يا مستر. جبال الكاب. برافو يا ابطال. دي الجبال الستة الاساسيه بتوعنا. طيب هختبرك بقى، اختبرك كده يعني، اشوفك كده عارف ولا مش عارف. قول بقى واحده واحده. اللي تحت دي جبال ايه؟ الصغيره الكاب. جبال الكاب. طب اللي جنبها جبال دراكنزبرج. دي رخمه شويه يا مستر، معلش استحملني واحده واحده. جبال اسمها ايه؟ دراكنزبرج. يبقى دي جبال الكاب ودي جبال دراكنزبرج. ده جبل ايه؟ جبل كليمنجارو. كليمنجارو. وده جبل ايه؟ كينيا. جبل كينيا. طب ده جبال ايه؟ جبال البحر الاحمر. ودي جبال ايه؟ اطلس. جبال اطلس. طب يا ابطال برافو. عندنا بقى جبلين مش اساسيين يعني تبع جبال يعني. جبال اطلس في جبل كده صغير اسمه جبل طبقال. طبقال خدناها برضو في سنه 6 اسمها جبل طبقال اهو. ده مش اساسي، هو تبع جبال اطلس. اسمها جبل طبقال. جبل طبقال. طيب جبال البحر الاحمر مالها؟ في جبل كده برضو تبعها. جبل اسمه جبل ايه يا مستر؟ جبل شايب البنات. شايب البنات الاسم ده اسمه كده جبل شايب البنات. ده تبع جبال البحر الاحمر. جبل ايه؟ شايب البنات. كده خلصنا الجبال على الخريطه. مستر صعبه، معلش واحده واحده واستحملني. الهضاب كانت اسهل، عرفناها بمنتهى البساطه الاربع هضاب. اما الجبال كتير قوي. طب بالراحه برضو مش هنستعجل. نمسح الاول الجبلين الجداد دول، جبل طبقال وجبل شايب البنات. بالراحه بقى كده صحصح معايا واحده واحده. يا بطل انت بطل، اوعى تستسلم، لازم تركز. وان شاء الله اي حاجه مهما كانت صعوبتها انت بارادتك ومذاكرتك وتحديها وتحدي اي حاجه هتبقى سهله. مفيش حاجه صعبه. لازم كده يبقى عندك تحدي وعندك نشاط وحيويه وكل حاجه. دي جبال ايه؟ اوعى تغلط هزعل منك. جبال اطلس. ايوه شاطر. طب الجبل اللي تبعها اسمه جبل ايه؟ جبل طبقال. ايوه كده طبقال. هنعرف مكانه فين دلوقتي. يبقى دي جبال ايه يا ابطال؟ جبال اطلس يا مستر. وده جبل ايه؟ جبل طبقال. ها جبال اطلس ودي جبل طبقال. طب دي جبال ايه اللي هي الازرق دي؟ دي جبال على اسم البحر. جبال البحر الاحمر. حلو قوي. الجبل الصغير النونه بتاعها ده جبل شايب البنات. شايب البنات. طيب ده جبل ايه يا ابطال؟ جبل كينيا. جبل كينيا. طب ده جبل ايه؟ ده جبل كليمنجارو. جبل ايه؟ كليمنجارو. كلمنجارو. طيب ده جبل ايه يا ابطال؟ جبال بقى دراكنزبرج. ها دراكنزبرج. طب دي جبال ايه؟ ده جبال الكاب يا مستر. جبال الكاب. 8 جبال يا ابطال. عاوزين نذاكرهم من حديد، عاوزين نتدرب عليهم قوي قوي قوي. طيب ادي 8 جبال. دي جبال اطلس. يبقى قول معايا جبال
اطلس، جبال الكيب. ها دي جبال اطلس، تبعها جبال ايه؟ الكيب. دي جبال ايه؟ جبال البحر الاحمر، تبعها جبل شايب البنات. ده جبل ايه؟ جبل كينيا. وده جبل كليمنجارو. كليمنجارو الاثنين اللي تحت جبال دراكنزبرج. دي جبال الكيب، جبال الكيب. طيب نروح بقى على الشرح، ركز معايا. خش على الجبال. ده كده تدريب ماشي اهو. رايحين على الجبال. بيقول لك تتنوع الجبال بافريقيا حسب تكوينها. حسب ايه؟ تكوينها. الجبال في افريقيا بتتنوع حسب تكوينها. عندنا ابطال جبال مثلا التوائيه، وعندنا جبال انكساريه، وعندنا جبال بركانيه. يبقى عندنا كم انواع من الجبال؟ 3. جبال التوائيه، وجبال انكساريه، وجبال بركانيه. بص يا ابطال، يبقى تتنوع الجبال بافريقيا حسب تكوينها. نبدا باول حاجه، الجبال الالتوائيه. هي جبال نشأت نتيجة حدوث حركات باطنية تعرضت لها طبقات القشرة الأرضية. تاني، يعني ايه الجبال الالتوائية يا مستر؟ هي جبال نشأت نتيجة حركات باطنية، باطن الأرض تعرضت لها طبقات القشرة الأرضية، الطبقات بتاعت الأرض تحت. يبقى تاني، يعني ايه جبال الالتوائية؟ هي جبال نشأت نتيجة حركات ايه؟ باطنية. نتيجة حركات ايه؟ باطنية ببطن الأرض تعرضت لها طبقات القشرة الأرضية. هم نوعين جبال الكيب. عندنا جبال التوائية نوعين. عندك جبال الكاب، ادي اول نوع جبال الكيب. فاكر مكانها في الشمال ولا الجنوب الكيب؟ ها الخريطه هتفكرك. الكاب فين؟ في الجنوب يا مستر. طيب وعندك جبال اطلس اللي فوق يا مستر دي. يبقى عندك جبلين، عندك جبال الكاب وجبال اطلس، الاثنين دولت التوائيه. هجيب لك سؤال في الامتحان واقول لك جبال الالتوائيه تقع جنوب القاره، وانت قاعد رايق ومسرح شعرك وحاطط جل هتكتب جبال الكيب. جبال التوائيه تقع شمال غرب القاره. ايه ده؟ هي جبال اطلس في شمال غرب؟ في الشمال غرب، مش في الشمال، لا في شمال غرب، كانت في الجنب كده شويه. ايوه هي جبال اطلس. يبقى عندك جبال الكيب موقعها جنوب القاره. طيب جبال اطلس موقعها شمال غرب القاره. شمال غرب ايه؟ القاره. نرفع بقى الخريطه كده شويه عشان ايه؟ تبقى واضحه قدامك. تمام. احنا قلنا لا، واحده واحده. جبال الكاب اهي تحت يا ابطال، جبال الكاب تحت اهي. جبال الكاب نصغر كده شويه عشان تبقى كل حاجه واضحه. ايوه عايزين نبقى واضحين، الخريطه واضحه والكلام واضح معايا. جبال الكاب اهي اهي، دي جبال التوائيه. يبقى اقول لك جبال التوائيه في جنوب القاره تكتب الكيب. دي بقى جبال اطلس، ده الشمال وده الغرب، هي بتقع شمال غرب، تقع شمال ايه؟ غرب. يبقى تاني جبال الكيب بتقع فين؟ بتقع في جنوب القاره. طب جبال اطلس في شمال غرب القاره يا مستر. برافو. طيب بص بقى يا ابطال، نكبر سنه بقى عشان ايه كل حاجه تبقى واضحه. بص بقى، جبال اطلس شمال غرب القاره امتدادها بتمتد على طول الساحل الشمالي الغربي للقاره. بتمتد فين يا مستر؟ بتمتد على طول الساحل الشمالي الغربي للقاره، من جنوب المغرب حتى تونس. يبقى هي بص معايا، هي موجوده في جنوب المغرب، دي المغرب ودي تونس. هي موجوده ماشيه كده، هي ماشيه في الدول دي كلها. يبقى هي تمتد على طول الساحل الشمالي الغربي. بتمتد على طول الساحل الشمالي الغربي، ده اسمه الساحل الشمالي الغربي للقاره، من جنوب المغرب حتى تونس. وبكده يا ابطال موجوده في 3 دول. ايه هما ال3 دول؟ المغرب والجزائر وتونس. كده موجوده في المغرب والجزائر وتونس، عشان هي ماشيه جايه من عند المغرب، من جنوب المغرب حتى تونس. بتمتد من جنوب المغرب حتى تونس. يبقى كده بتمتد بكام دوله؟ 3 دول. المغرب والجزائر وتونس. مستر بالراحه بقى علينا، واحده 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 واحده، احنا بالراحه لسه صغيرين. عينيا. عندنا جبال التوائيه، هم جبلين بس من اللي احنا خدناهم. مين ومين يا ابطال؟ جبال الكاب وجبال اطلس. الاتنين دول بس هم الالتوائيه، الاتنين دول جبال الكاب وجبال اطلس. جبال الكاب بتقع فين؟ في جنوب القاره يا مستر، تحت، صح. طب جبال اطلس ما تقولش لا في الشمال، لا مش في الشمال، مش في الشمال على طول، في شمال غرب القاره، في شمال غرب ايه؟ القاره. طيب احنا بقى كل كده جبال الكاب معلومه صغيره، تقع في الجنوب بس.
جبال اطلس حاطين عليها شويه كلام كده، شويه كلام صغنن يعني قد كده سهل ما تخافش. جبال اطلس بتمتد على طول الساحل الشمالي الغربي، بتمتد على طول الساحل الشمالي الغربي للقاره. منين لمنين؟ من جنوب المغرب حتى تونس، من جنوب المغرب اهو حتى تونس. يبقى ايه كده بتمتد في كام دوله؟ 3: المغرب والجزائر وتونس. طيب بتتكون من سلاسل جبليه، منها سلسلتين مهمين قوي. جبال اطلس التل دي في الشمال، يعني جبال اطلس دي متقسمه نصين، نص فوق اسمه جبال اطلس التل دي في الشمال، وجبال اطلس الصحراء ودي في الجنوب. بينهم هضبه اسمها هضبه الايه؟ الشتوت. هضبه الشتوت بالجزائر، في هضبه بينهم في النص هضبه الشتوت. نمسح بس الكلام ده وانت تشوفها دلوقتي. بص كده يا ابطال اهو، في هضبه اسمها هضبه الشتوت، هي دي موجوده بقى فين؟ في الجزائر. موجوده فين؟ في الجزائر. طيب اعلى قمه في جبال اطلس، اعلى قممها جبل طوبقال اللي احنا خدناه على الخريطه، موجود في دوله ايه؟ المغرب اهو. جبل اسمه جبل طوبقال، جبل طوبقال اهو. الجبل النن ده الصغير بس هو عالي، اعلى جبل، اعلى قمه في جبال اطلس. يبقى تاني اعلى قمه جبليه في جبال اطلس هتكتب جبل طوبقال، جبل طوبقال. كده خلصنا الجبال الالتوائيه. مستر بالراحه عليا النبي، الجبال الالتوائيه شديده قوي، ولا شديده ولا حاجه، بالراحه بس انت. جبال الالتوائيه هما جبلين. في جبل عنده معلومه صغنطوطه قوي، جبال الكيب بتقع فين؟ جنوب القاره. خلص. ايه بقى الصعوبه في كده؟ مش صعبه. جبال الكيب بتقع فين؟ في جنوب القاره. جبال اطلس فيها شويه كلام بس كلام مش صعب، هنقوله واحده واحده. جبال اطلس بتمتد على طول الساحل الشمالي الغربي. بتمتد فين يا ابطال؟ على طول الساحل الشمالي الغربي يا مستر. ماشي، من جنوب ايه لايه؟ من جنوب المغرب لتونس. يعني في كام دوله يا ابطال؟ في 3 دول، المغرب والجزائر وتونس. طيب هي جبال اطلس دي بتنقسم الى سلاسل جبليه، اهمها هنعمل كده ايدينا فوق جبال اطلس التل، تحت جبال اطلس الصحراء، فوق في الشمال جبال اطلس التل، تحت جبال اطلس الصحراء. بينهم هضبه في النص كده اسمها هضبه ايه يا ابطال؟ هضبه الشتوت. هضبه ايه؟ الشتوت دي موجوده في الجزائر. طيب اعلى قمه جبليه في جبال اطلس جبل طوبقال. جبل ايه يا مستر؟ طوبقال، موجود في دوله ايه؟ المغرب. اعلى قمه، اعلى قممها جبل طوبقال بالمغرب. وكده خلصنا الجبال الالتوائيه. خش على الجبال الانكساريه. بص يا ابطال، في الجبال الانكساريه هناخد جبال واحده بس جبال البحر الاحمر، هي دي الانكساريه. يبقى الجبال الانكساريه كام واحد؟ واحد بس. طب الالتوائيه كانت كام واحد؟ 2: الكاب واطلس. اما ده بقى جبال انكساريه، تعال نعرفها الاول. هي جبال نشأت نتيجه حدوث حركات باطنيه. يبقى الجبال نشأت نتيجه حركات باطنيه برضو ادت لانكسار في طبقات القشره الارضيه، ادت لحدوث انكسار في طبقات القشره الارضيه. يبقى ادت لحدوث ايه؟ انكسار في طبقات القشره الارضيه. يبقى الجبال الانكساريه هي جبال نشأت نتيجه حركات باطنيه. هي جبال نشأت نتيجه حركات ايه؟ باطنيه. طيب الحركات ديت ادت لايه؟ ادت لحدوث انكسار في طبقات القشره الارضيه. حدوث ايه يا ابطال؟ انكسار في طبقات القشره الارضيه. قلنا هناخد مثال واحد بس، هناخد جبال البحر الاحمر. فاكر مكانها؟ ايوه يا مستر، في اليمه ديت. اليمه دي يمه ايه؟ الشرق ولا الغرب؟ لو شاطر وهوديك القناطر. اليمه دي يمه الشرق يا مستر، يمه البحر الاحمر. يبقى جبال البحر الاحمر موقعها شرق القاره. ايوه كده، برافو. امتدادها بتمتد على طول ساحل البحر الاحمر، بتمتد على طول ساحل البحر الاحمر في 3 دول، مصر والسودان واريتريا. ايه الدوله دي يا مستر؟ خدتها، اثيوبيا واريتريا، حضاره اكسو. ايوه. يبقى تاني، هي جبال البحر الاحمر موقعها فين؟ شرق القاره. طب هي بتمتد على طول ساحل البحر ايه؟ الاحمر في 3 دول، من هم؟ مصر والسودان واريتريا. اعلى قممها الجبل الصغير اللي انا قلت لك عليه، مش تبع الجبال الاساسيه، جبل شايب البنات، ده اعلى قمه جبليه فيها. موجود فين ده يا ابطال؟ في مصر. يبقى عندنا جبال البحر الاحمر. تعال نبص على الخريطه برضو ديت عليها.
اهي هي دي الحته الحمراء دي جبال البحر الاحمر يا مستر. ايوه موجوده في اي اتجاه يا ابطال؟ شرق القاره يا مستر. طيب الجبال دي بتمتد على طول ساحل البحر الايه الاحمر في 3 دول. مين ال3 دول؟ اهو مصر، نظبط بس كده، اظبط نجيب الخط بتاعنا اهو، مصر والسودان واريتريا، ال3 دول هم يا مستر. تمام. ايه اعلى قممها؟ اعلى قمه عندها جبل شايب البنات اهو. جبل شايب البنات موجود فين ده يا ابطال؟ في مصر. موجود فين؟ في مصر. طلع موجود عندنا في مصر. ايوه يبقى كده جبال البحر الاحمر. نقولها تاني بالراحه يا ابطال. جبال البحر الاحمر. هسالك سؤال ولو هزعل منك قوي لو انت ما عرفتوش. اسال يا مستر انا جاهز. هي جبال البحر الاحمر دي نوعها ايه؟ نوعها يعني نوعها يعني التوائيه ولا انكساريه ولا بركانيه؟ مستر احنا ما خدناش لسه بركانيه، يبقى انكساريه. برافو، هي انكساريه فعلا. جبال البحر الاحمر دي بتقع فين؟ بتقع في شرق القاره يا مستر، على طول البحر الاحمر، بتمتد على طول ساحل البحر الاحمر في 3 دول. مصر والسودان واريتريا. لو شاطر وهوديك القناطر، لو قلت لي جبال اطلس كانت بتمتد في 3 دول برضو. ايه هما؟ المغرب والجزائر وتونس. مش هتقدر تلخبطني. انا مش هتقدر تلخبطني يا مستر، ده انا باخد معاك. هتلخبطني ازاي؟ هتلخبطني يبقى انت بتلخبط نفسك، يبقى انت بقى مش قدها. لا مش هتتلخبط خالص، عينيا ده انت اخليك 100 100. يبقى جبال البحر الاحمر بتمتد في 3 دول، مصر والسودان واريتريا. طب اعلى قممها، اعلى قمه عندها هتكتب جبل شايب البنات. اللي موجود فين يا مستر؟ ده في مصر. موجود فين؟ في مصر. طيب خش على الجبال البركانيه. الجبال ايه يا مستر؟ البركانيه. يا مستر بالراحه بقى عليا، انت قلت فيك 6 جبال اساسيه. ايوه 2 منهم التوائيه، اطلس والكيب. ايوه واحد منهم انكساريه اللي هو جبال البحر الاحمر. يبقى اكيد يا مستر ال3 الباقيين من ال6 الاساسيين هم دولت البركانيه. لا 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 انت بتشغل دماغك 100 100. انت كده ايه؟ انت كده تيجي تشرح مكاني. انت كده خلاص عديت الحدود. لا انت 100 100 شاطر. يبقى الجبال بقى البركانيه هم فعلا ال3 الباقيين هم. فاكرهم؟ هنقولهم دلوقتي واحده واحده. الجبال البركانيه هي جبال نشأت نتيجة الثورانات البركانية. ايه الاسامي الغريبة دي يا مستر؟ الثورانات البركانية اللي هي البراكين. اكتب البراكين. البراكين. ايوه الثورانات البركانية ابطال اللي هي البراكين. عارف البركان لما بيطلع حاجات من باطن الارض بيقعد يكون ايه؟ جبال. بيكون ايه؟ جبال. بيقعد يكون في جبال. يبقى تاني الجبال البركانية هي جبال نشأت نتيجة الثورانات البركانية، او اكتب نتيجة البراكين. سهل على نفسك، انا مش عايز اصعب عليك. يبقى هي جبال نشأت نتيجة الثورانات البركانية. طيب هما 3. عندنا جبال اسمها جبال دراكنزبرج. فاكرها؟ لو شاطر قول لي هي موجودة في أي اتجاه من القارة. جبال اللي تحت دي بتاعت البت كنز اللي هي مصر مش عارف ايه. دي موجودة في الجنوب. اهي موجودة في جنوب القارة. طيب عندك جبلين في النص، جبل كينيا وجبل كليمنجارو. اهو جبل كينيا وسط القارة، جبل كليمنجارو وسط القارة. يبقى دلوقتي الجبال البركانية كم جبل يا مستر؟ 3. عندك جبال دراكنزبرج وديت في الجنوب، وعندك جبل كينيا، وعندك جبل كليمنجارو ودي في الوسط. طيب عندي حتة سؤال على جبل كليمنجارو ده. ايه بقى؟ جبل كليمنجارو ده اعلى قمة جبلية في افريقيا كلها. اعلى جبل في افريقيا كلها. اتفقنا؟ يبقى اعلى قمة جبلية في افريقيا كلها يبقى جبل كليمنجارو. طب ما اقول لك اعلى قمة جبلية في جبال اطلس، هتقول ايه؟ هقول جبل طوبقال. طب اعلى قمة جبلية في جبال البحر الاحمر هتكتب ايه؟ هكتب جبل شايب البنات. طب لو قلت لك بقى اعلى قمة جبلية في افريقيا كلها هكتب جبل كليمنجارو. جبل كليمنجارو وسط القارة ويعد اعلى قمة جبلية بافريقيا. سؤال، ما النتائج؟ ما النتائج المترتبة على ان جبل كليمنجارو ده اعلى قمة جبلية في افريقيا؟ ادى الى تكون الجليد فوق قمته. ممكن تقف الاجابة غلط. الجليد التلج. واخد انت معلومة كلما ارتفعنا 150 متر
بتقل درجه الحراره 1 درجه مئويه، يعني كل ما بنطلع الحراره بتقل، عشان كده بيتكون فوق الجبال جليد ثلوج يعني. يبقى تاني، ترتب على ذلك تكون الجليد فوق قمته رغم وقوعه بالمنطقه الاستوائيه الحاره، رغم المنطقه اللي تحت في الارض حاره بس ملناش دعوه بيها، احنا كل ما بنطلع كل ما الحراره بتقل، عشان كده فوق الجبل ده جليد تلج يعني. يبقى دلوقتي خلصنا كده الجبال البركانيه، يلا بقى نرجع لها واحده واحده. يبقى الجبال البركانيه هي جبال نشأت نتيجه الثورات البركانيه او نتيجه البراكين. طيب عندنا 3 جبال، جبال اسمها دراكنزبرج، ودي موجوده فين يا ابطال؟ في جنوب القاره. موجوده فين؟ جنوب القاره يا مصر، علم لي عليه اهو جنوب القاره. جبل كينيا وجبل كليمنجارو وسط القاره، الاثنين وسط القاره هم الابطال. طيب عندنا سؤال على جبل كليمنجارو، ده اعلى قمه جبليه في افريقيا. مين اعلى قمه جبليه في افريقيا؟ جبل كليمنجارو. ايه اللي ترتب على ذلك؟ ترتب على ذلك تكون الجليد فوق قمته. تكون الجليد فوق قمته. ممكن تقف الاجابه لغايه هنا يا ابطال، رغم وقوعه بالمنطقه الاستوائيه الحاره. طب انا هقول لك سؤال ركز فيه قوي، يقول لك بما تفسر، يعني قول السبب ليه بيتكون الجليد فوق قمه جبل كليمنجارو. هتقول ايه؟ هقول لانه اعلى قمه جبليه في افريقيا. سهله يا مستر، انت عكستها يعني، عكستها، بحسبك هتتلخبط بس انت مش بتتلخبط، انتوا 100 100. ده كده الجبال، خلصنا مع بعض الجبال. يلا بينا نراجعها تاني على الخريطه، يلا بينا نشوفها كده، يلا بينا يا مستر. عندنا الخريطه ايه تاني؟ رجعت لنا تاني؟ هترجع لنا تاني، ما تخافش منها، سهله ان شاء الله. بص بقى، قول لي بقى دي جبال ايه؟ جبال اطلس، برافو. اللي تبعها ده جبل ايه؟ جبل طبقال، تمام. دي جبال ايه؟ اللي بالازرق دي جبال البحر الاحمر، واللي تبعها جبل ايه؟ جبل شايب البنات. الاتنين اللي في النص جبل ايه ده؟ جبل كينيا، وده جبل كليمنجارو، ده اعلى قمه جبليه في افريقيا. الاتنين اللي تحت دي جبال ايه؟ جبال دراكنزبرج، ماشي. ودي جبال ايه؟ الكاب، جبال الكاب. طب قول لي بقى، شوف بقى ايه اختبار. 2 منهم التوائيه من الحصه دي كلها، 2 هتعرف تقولهم مين ومين؟ لو شاطر قولهم من غير ما تبص على حاجه. ايوه مس، اطلس والكاب، برافو. يعني اطلس والكاب، اطلس ده والكاب اللي تحت الصغير ده، دي التوائيه. طب واحد منهم انكساريه، واحد منهم انكساريه جبال البحر الاحمر يا مستر، برافو. طيب 3 بركانيه، 3 جبال تبع البراكين، جبل كينيا، ايوه، وجبل كليمنجارو، وجبال دراكنزبرج، برافو. كده خلصنا الخريطة الجبال. طيب هنخش دلوقتي، عاوز اعرفك الانهار على الخريطة بالمرة. عندنا 3 انهار عاوز اعرفهم لك، يلا بينا نعرفهم، يلا بينا نمسح كده بقى ايه الجبال ديت ونتعرف على الانهار. بص يا ابطال، انت بما انك مصري، النهر اللي بيمر عندنا نهر ايه؟ نهر النيل، حلو اهو. ادي نهر النيل اهو يا مستر، حلو قوي. اسهل حاجة في الدنيا تعرف نهر النيل، ادي اول حاجه انت عرفتها. يبقى ده اسمه ايه يا ابطال؟ نهر النيل. هيجي لك امتحان، ده نهر النيل. طيب النهر اللي هنا بقى يا ابطال اسمه نهر النيجر. اسمه نهر ايه؟ النيجر، نهر النيجر، ده نهر التاني نعرفه. طيب اخر نهر في الدرس ده، اخر نهر في الدرس ده وبس، في انهار تانية انا بناخدها بعدين مع بعض. في نهر هنا اسمه نهر الكونغو. نهر ايه؟ الكونغو، نهر الكونغو، دي غينيا ابطال. طيب انا بلعب رياضه اسمها كونغ فو، فنهر اسمه نهر ايه؟ الكونغو. نهر ايه؟ الكونغو، نهر ايه؟ الكونغو. يبقى دلوقتي عندنا 3 انهار، نهر النيل، حلو، ده اسهل واحد، وعندنا نهر النيجر، وعندنا نهر الكونغو. النيجر والكونغو، همسح، يلا ركز. نهر النيل حلو، نهر النيجر اللي فوق ده، وده نهر الكونغو. نمسح بقى كده ونشوف الابطال ركزوا في الانهار دي ولا لا. يلا بينا، قول لي بقى ده نهر ايه؟ ده سهل قوي، ده نهر النيل، نهر النيل بتاعنا. طب ده نهر ايه يا ابطال؟ ده نهر النيجر، نهر النيجر.
طب ده نهر ايه؟ رياضه، نهر الكونغو، نهر الكونغو، نهر الكونغو. يبقى عندنا 3 انهار، ها، نهر النيل ونهر النيجر ونهر الكونغو. 3 انهار يا ابطال. طيب عرفناهم على الخريطه؟ ها، ده نهر ايه؟ النيل يا مستر. ده نهر ايه؟ النيجر. ده نهر الكونغو. تمام. طيب تعالى بقى نروح للشرح. نروح للشرح مع بعض يا مستر، يلا بينا. بس قبل ما نروح للشرح عندنا حته كده لازم نعرفها مع بعض. ايه بقى يا مستر؟ قبل ما نروح على الانهار والكلام ده، بيقول لك الاهميه الاقتصاديه للجبال. فاكر الجبال اللي كنا بناخدها من شويه اهو؟ انا قلت اديك الانهار بالمره قبل ايه ما اسيب الخريطه يعني. الجبال دي لها اهميه اقتصاديه. لها اهميه اقتصاديه ازاي؟ مثلا الجبال لها اهميه اقتصاديه، ايوه لها اهميه اقتصاديه سواء للسياحه او التعدين والصناعه. مستر، اهميتها بالنسبه للسياحه يعني الناس يروحوا يعملوا ايه في الجبال يعني؟ عايز اقول لك احنا كمصريين ما بنحبش احنا السياحه دي، ما بنحبش نروح عند الجبال. الاجانب الاوروبيين بيحبوا قوي يروحوا هناك يتسلقوا الجبال، يتسلقوا الجبال كده، وايه كمان، ويروحوا هناك كمان يتصوروا، ياخدوا سيلفي كده مع الجبل، يتصوروا كده. فبيقول لك اهميتها بالنسبه للسياحه. يجي لك سؤال، بما تفسر لجبال افريقيا اهميه بالنسبه للسياحه، هتقول ايه يا ابطال؟ هتقول لانها تتميز بمناظر طبيعيه خلابه. دي اختصار الاجابه. اللي عاوز يختصرها يختصرها، واجابتك صح و100 100. يبقى تاني، لجبال افريقيا اهميه بالنسبه للسياحه. بما تفسر هتكتب لانها تتميز بمناظر طبيعيه خلابه، مناظر طبيعيه جميله قوي تجذب السياح، بتجذب السياح الذين يمارسون العديد من الانشطه السياحيه بالمناطق الجبليه. واحده واحده يا مستر، انت ما تستعجلش معايا، واحده واحده عينيا. بص كده، شايف السياح طالعين فين؟ بيتصوروا فين؟ عمالين يبصوا بالحاجات بتاعتهم، هم يحبوا كده قوي. يبقى تاني، الاهميه بتاعت الجبال، يبقى يقول لك بما تفسر، اكتب لك السؤال عشان يبقى واضح اهو. بما تفسر لجبال افريقيا اهميه بالنسبه للسياحه اهو. هتكتب ايه؟ لانها تتميز بمناظر طبيعيه خلابه. لانها تتميز بايه؟ بمناظر طبيعيه خلابه جميله تجذب السياح، بتجذب الايه؟ السياح الذين يمارسون العديد من الانشطه السياحيه بالمناطق الجبليه. لو عايز تقف لغايه الاختصار وتريح نفسك عادي، صح، لانها تتميز بمناظر طبيعيه خلابه وخلاص. طيب بالنسبه بقى للتعدين والصناعه، ايه اهميه الجبال بالنسبه للتعدين والصناعه؟ مستر مش فاهم ايه اهميتها بالنسبه للتعدين والصناعه. مش الجبال ديت مثلا بتخرج ساعات من باطن الارض؟ فاكر الجبال البركانيه زي جبل كينيا والكلام ده؟ فاكر. الجبال دي لما بتخرج من باطن الارض المعادن موجوده في باطن الارض فبتخرج معاها، فالجبال دي جواها معادن. ايه الحلاوه دي؟ يعني احنا مش هننزل نجيب المعادن من باطن الارض، هنجيبها من الجبال عشان هي خارجه، عشان الجبال فيها معادن. لانها غنيه بالثروات المعدنيه المتنوعه، وده اختصار الاجابه. لانها غنيه بالثروات المعدنيه المتنوعه. ادينا امثله يا مستر. زي الحديد، الذهب، الفضه، النحاس، الفوسفات. ودي بتدخل في صناعات ايه؟ عديده. الحديد بيدخل طبعا، والذهب، كل ده بيدخلوا في صناعات كتير قوي. الحديد، السيارات، الالات، الحاجات دي يعني. الذهب نفس الكلام، الفضه، النحاس، كل ده. يبقى تاني، للجبال نفس السؤال، بس هكتب لك بقى بما تفسر لجبال افريقيا اهميه بالنسبه للتعدين والصناعه. هتقول لانها غنيه بالثروات المعدنيه المتنوعه. لانها غنيه بالثروات المعدنيه المتنوعه. ودي امثله، قول مثالين 3 مثلا. الحديد، الذهب، الفضه، النحاس، الفوسفات، كل ده بتدخل في صناعه ايه؟ عديده. دي اهميه الجبال يا ابطال. يبقى الجبال لها اهميتين، اهميه بالنسبه للسياحه واهميه بالنسبه للتعدين والصناعه. بالنسبه للسياحه قلنا لانها تتميز بمناظر طبيعيه خلابه. ممكن تقف الاجابه لغايه هنا وتخلص. عايز تكمل؟ يا ريت اكمل. لانها تجذب السياح الذين يمارسون العديد من الانشطه السياحيه بالمناطق الجبليه. طب ايه اهميتها بالنسبه للتعدين والصناعه يا ابطال؟ لانها غنيه بالثروات المعدنيه المتنوعه. اديني مثال يا مستر. الحديد، الذهب، الفضه، نحاس، فوسفات، كل الامثله موجوده معاك اهو، التي تدخل في صناعات ايه؟ عديده. طيب يا ابطال، تعالوا بقى نخش على السهول، اللي هي الانهار والكلام ده.
بصوا بقى معايا، افريقيا بتمتلك سهوله متنوعه. افريقيا عندها سهول متنوعه، عندها نوعين من السهول، سهول فيضيه وسهول ساحليه. بص يا ابطال، لما اقول لك فيضيه يبقى انهار، لما اقول لك فيضيه يبقى ايه؟ انهار. طب لما اقول لك ساحليه يبقى بحار ومحيطات. خلاص نربط مع بعض الكلام عشان نبقى حلوين مع بعض. يبقى دلوقتي لما اقول لك سهول فيضيه يبقى انهار يا مستر، لما اقول لك سهول ساحليه يبقى بحار ومحيطات. تمام. بيقول لك السهول الفيضيه ساعد جريان عدد من الانهار في قاره افريقيا. افريقيا بيجري فيها عدد من الانهار مثل نهر النيل. ايه ده يا مستر انت سائلهولي؟ ايوه على الخريطه انا قلت لك بالمره. نهر النيجر، نهر الكونغو، 3 انهار. يبقى تاني افريقيا بيجري فيها كام نهر؟ 3 انهار. دي امثله في انهار تانية بس دول اشهر 3. نهر النيل، نهر النيجر، نهر الكونغو. عارف مكانهم على الخريطه كويس ال3؟ يا مستر انت ايه؟ نهر النيل، في نهر النيجر، ونهر الايه؟ الكونغو. طيب ساعدت على تكوين السهول الفيضيه الخصبه الصالحه للزراعه. يبقى نهر النيل الجوانب بتاعته بنقول عليها سهول فيضيه. ينفع نزرع عن جنبه ولا لا؟ ايوه ينفع نزرع جنبه يا مستر. اكيد الارض عنده خصبه. خصبه يعني ايه يا مستر؟ يعني صالحه للزراعه. خصبه يعني صالحه للزراعه. يبقى تاني ساعد جريان عدد من الانهار في افريقيا زي نهر النيل ونهر النيجر ونهر الكونغو في تكوين السهول الفيضيه الخصبه الصالحه للزراعه. اديني مثال يا مستر. عينيا. بص بقى زي سهول وادي النيل، هديك مثال بتاع نهر النيل بتاعنا، مش هروح على نهر النيجر ولا نهر الكونغو، فخدنا مثال بتاع نهر النيل. سهول وادي النيل دي بتمتد فين مثلا؟ بتمتد في مصر والسودان، ودي بتتميز بخصوبه الايه؟ التربه. سؤال مهم، سؤال كاسح فاسح ماسح. ليه سهول وادي النيل؟ ليه سهول وادي النيل اللي في مصر والسودان تتميز بخصوبه تربتها يا مستر؟ هتقول لانها تكونت من الطمي. الطمي ده اللي هو الطينه الناعمه، طينه كده بس ناعمه، طينه ايه؟ بتمشي بتجري، مش طينه كده اللي هي جامده، لا الطمي ده الطينه الناعمه. يبقى لانها تكونت من الطمي الذي نقلته مياه نهر النيل من هضبه الحبشه البركانيه. ايه ده يا مستر؟ مش هضبه الحبشه دي انت واخدها هضبه بتميز بخصوبه التربه؟ ايوه. فالنهر النيل بياخد التربه بتاعتها وبيجيبها لنا. طب كتر خيره ربنا. يعني التربه بتاعت هضبه الحبشه البركانيه الخصبه دي بيجي لنا منها حاجات، بيجي لنا منها. عشان كده نهر النيل بقول لك بيتكون تربته خصبه. ليه بقى؟ لانها تكونت من الطمي الذي نقلته مياه نهر النيل من هضبه الحبشه البركانيه. فاكر هضبه الحبشه البركانيه اللي احنا اتكلمنا عنها من شويه؟ ايوه يا مستر. يبقى دلوقتي سهول وادي النيل في مصر والسودان تربتها خصبه. ليه تربتها خصبه؟ هتقول لانها تكونت من الطمي الذي نقلته مياه نهر النيل من هضبه الحبشه البركانيه. انا كده خلصت السهول الفيضيه. حلوه. يبقى السهول الفيضيه بيجري في افريقيا عدد من الانهار زي ايه يا ابطال؟ زي نهر النيل ونهر النيجر ونهر الكونغو. السهول دي الانهار دي ساعدت على تكوين ايه يا ابطال؟ ساعدت على تكوين السهول الفيضيه الخصبه الصالحه للزراعه. طب اديني مثال. زي سهول وادي النيل. سهول يا ابطال؟ سهول وادي النيل اللي بتمتد في مصر والسودان، ودي تربتها خصبه. ليه يا ابطال؟ لانها تكونت من الطمي الذي نقلته مياه نهر النيل من هضبه الحبشه البركانيه. لانها تكونت من الطمي الذي نقلته مياه نهر النيل من هضبه الحبشه البركانيه. هي هضبه الحبشه البركانيه دي موجوده في اي اتجاه من افريقيا يا ابطال؟ والله برافو عليكم، شرق القاره يا مستر، برافو شرق القاره. طيب تعال نخش على السهول الساحليه. ركز بقى معايا. السهول الساحليه دي عاوزه تركيز شويه صغيره قوي. دلوقتي انا عندي دلوقتي ايه؟ ساحل بحر، ادي ساحل وساحل. ده بحر اهو قدامك اهو على عينك يا تاجر اهو بحر، وده بحر برضه بالجنب كده. تمام. البحر الاولاني نغير بس كده اللون نجيب اسود. ايوه بص يا ابطال، البحر ده قدامه جبال. قدامه ايه؟ جبال. السمره دي جبال، اعتبرها ايه؟ جبال اهي. اتفقنا؟ وده مش قدامه جبال.
نجيب بقى اللون بتاعنا، نغير اللون برضه. بصوا يا ابطال، دلوقتي الساحل دوت اللون الضيق واللون الواسع، اللي قدامه جبال ولا مش؟ ها، ده رقم 1 وده رقم 2. اللون الضيق يا مستر اللي قدامه جبال فعلا، بص كده، هي دي السهول الساحليه ضيقه. طب اللي مش قدامه جبال، بص عامله ازاي، واسعه مرحرحه واخده راحتها، مش قدامها حاجه صدها. يبقى دلوقتي السهول الساحليه بتختلف في الاتساع، ممكن تبقى ضيقه وممكن تبقى واسعه. امتى تبقى ضيقه يا مستر؟ لما انت راسم جبال، لما يبقى قدامها جبال، برافو. طب امتى تبقى واسعه؟ يبقى مفيش جبال يا مستر، اهي عدم وجود الجبال. تمام، عشان كده بيقول لك ايه، يختلف اتساع السهول الساحليه بافريقيا من منطقه لاخرى. ليه بيختلف؟ في منطقه مثلا ضيقه وفي منطقه واسعه. الاجابه بسبب اقتراب او ابتعاد المرتفعات من السواحل. بسبب ايه؟ اقتراب او ابتعاد المرتفعات من السواحل. لو المرتفعات قريبه من الساحل هيبقى ضيق ولا واسع؟ ضيق. طب لو بعيده يبقى واسع. تمام، يبقى تاني السهول الساحليه بيختلف اتساع السهول الساحليه بافريقيا من منطقه لاخرى بسبب اقتراب او ابتعاد المرتفعات من السواحل. بسبب اقتراب او ابتعاد المرتفعات من السواحل. تمام يا ابطال. طيب عندنا 4 سهول ساحليه. عندنا سهول البحر المتوسط، وعندنا سهول البحر الاحمر، وعندنا سهول المحيط الهندي، وعندنا سهول المحيط الاطلنطي. 4 سهول ساحليه، اتفقنا؟ البحر المتوسط والبحر الاحمر، المحيط الهندي والمحيط الاطلنطي. طيب يلا بينا نكمل مع بعض، يلا بينا. بص بقى يا ابطال، ركز بقى معايا في اللي جاي عشان ايه نفهم واحده واحده. نبدا بسهول البحر المتوسط اهو، نحددها كده ونوضحها. نغير بقى اللون بتاعنا كده، نجيب اللون بتاعنا الحبيب الاحمر ده. اول حاجه عندي سهول البحر المتوسط، بسالها هو انت بتقعي فين؟ ايه ده؟ هي بتقع فين؟ البحر المتوسط فوق يا مستر. فعلا بتقع في شمال القاره. تقع فين؟ في شمال القاره. طيب هي بتتسع في شمال مصر، بتتسع في شمال مصر لعدم وجود جبال او مرتفعات، عشان ما فيش جبال او مرتفعات. وبتضيق في بلاد المغرب، بتبقى ضيقه في بلاد المغرب العربي. بلاد المغرب العربي اللي هي ايه يا مستر؟ اللي هي الجزائر وتونس والمغرب. عارف ليه بقى؟ عشان في جبال قدامها. لو شاطر قول اسم الجبال اللي قدامها اللي مضايقاها اللي حاجبه عليها دي. جبال اطلس، برافو. بسبب اقتراب جبال اطلس من الساحل. عرفنا ليه ضيقه في بلاد المغرب؟ بسبب اقتراب جبال اطلس من الساحل. طيب هي بتتميز بوجود النباتات الطبيعيه والمحاصيل الزراعيه. تتميز بوجود النباتات الطبيعيه والمحاصيل الزراعيه اللي بتعتمد في زراعتها على الامطار الشتويه. تاني يا ابطال، سهول البحر المتوسط بتقع فين؟ في شمال القاره يا مستر. طيب هي بتتسع في مكان وبتضيق في مكان. بتتسع في مكان، نعملها كده مثلا شكل كده اهو، نرسم كده، نجيب بس القلم بتاعنا الحلو اهو. بص يا ابطال، مثلا هنا مصر، هنا بقى بتتسع، نجيب نغير اللون بس بتاعنا كده عشان تبقى كل حاجه ايه واضحه. هنا مصر هتلاقيها واسعه، في مصر واسعه جدا يمة مصر. هنا بقى في عندنا جبال. جبال ايه يا مستر دي؟ دي جبال اطلس. جبال ايه؟ اطلس. جبال اطلس. مالها جبال اطلس دي؟ مخليها بصوا ضيقه، مش واخده راحتها. في شط مصر واخده ايه؟ راحتها. يبقى تاني سهول البحر المتوسط بتتسع في شمال مصر. اللي هتقول ليه؟ لعدم وجود جبال او مرتفعات. طب هي بتضيق في بلاد المغرب العربي بسبب اقتراب جبال اطلس من الساحل. يبقى تاني سهول البحر المتوسط هي بتقع فين يا مستر؟ في شمال القاره. طيب هي بتتسع في شمال مصر لعدم وجود جبال او مرتفعات. 100 100. طيب بتضيق في بلاد المغرب العربي ليه؟ بسبب اقتراب جبال اطلس من الساحل. اتفقنا يا ابطال؟ طب بتتميز بوجود ايه يا مستر؟ النباتات الطبيعيه والمحاصيل الزراعيه، ماشي، اللي بتعتمد في زراعتها على الامطار الشتويه. ادي سهول البحر المتوسط. طيب خش على سهول البحر الاحمر. ركز معايا.
سهول البحر الاحمر بتقع في شرق القاره، موجوده في شرق القاره. معروف البحر الاحمر فين يا مستر؟ في شرق القاره، في 3 دول، مصر والسودان واريتريا. فاكرهم؟ ايوه، دي الدول اللي اتذكرت في جبال البحر الاحمر. ايوه، يبقى سهول البحر الاحمر بتقع في شرق القاره، موجوده في 3 دول، مصر والسودان واريتريا. طيب هي تتسم سهول البحر الاحمر بانها ضيقه. والله العظيم انت ممكن تقول الاجابه من غير ما اكتبها. ليه هي ضيقه؟ مستر انت كنت راسم قدامها جبال البحر الاحمر، يبقى الاجابه بسبب اقتراب جبال البحر الاحمر من الساحل. برافو، اي بسبب اقتراب جبال البحر الاحمر من الساحل، زي ما انت قلت بالظبط، بسبب اقتراب، عشان كده ضيقه. طالما الجبال قدامها تبقى ضيقه، طالما الجبال قدامها تبقى ضيقه. لو الجبال بعيده تبقى واسعه. لو الجبال قدامها تبقى ضيقه، الجبال بعيده تبقى واسعه. يبقى سهول البحر الاحمر ضيقه ولا واسعه؟ ضيقه، بسبب اقتراب جبال البحر الاحمر من الساحل. طيب هي غنيه بالثروات المعدنيه ومصادر الطاقه. حلو، غنيه بحاجتين. قول بالمعادن بدل الثروات المعدنيه، قول المعادن. صح، عايزين نسهل الامور مش نصعبها، عايزين نسهلها. هي غنيه بالمعادن ومصادر الطاقه. المعادن زي الحديد، النحاس، الذهب. المصادر الطاقه زي الفحم، البترول، غاز طبيعي، لازم تبقى عارفهم برضو. ادي سهول البحر الاحمر. طيب نرجع الاثنين تاني عشان نثبت. انا بحب اثبت المعلومه، بحب اثبت لك المعلومه قوي. عندك سهول البحر المتوسط بتقع فين؟ في شمال القاره يا مستر. برافو، هي بتتسع في مكان وبتضيق في مكان. بتتسع في شمال مصر يا مستر لعدم وجود جبال او مرتفعات. برافو. وتضيق في بلاد المغرب العربي بسبب اقتراب جبال اطلس من الساحل. برافو. وهي بتتميز بوجود حاجتين: النباتات الطبيعيه والمحاصيل الزراعيه اللي بتعتمد فيها على الامطار الشتويه. اما سهول البحر الاحمر ضيقه ولا واسعه؟ لا ضيقه يا مستر. ده ضيقه ليه؟ ضيقه بسبب اقتراب جبال البحر الاحمر من الساحل. هنا بقى اتدخل لك انا بسؤال كاسح فاسح ماسح: ما النتائج المترتبه على اقتراب جبال البحر الاحمر من الساحل؟ هتقول ايه؟ هتقول اصبحت السهول الساحليه مالها؟ ضيقه. طيب هي غنيه بايه؟ غنيه بحاجتين. انت قلت لنا قولوا المعادن. ايوه، غنيه بالمعادن ومصادر الطاقه. غنيه بايه؟ بالمعادن ومصادر الطاقه. حلو قوي، رجعنا على الاثنين. خش على سهول المحيط الهندي. بتقع فين يا ابطال؟ هندي الشرق يا مستر. فعلا بتقع شرق القاره. هي مختلفه الاتساع. بص يا ابطال، هقولها لك بطريقه سهله برضه. في دوله اسمها تنزانيا، دوله اسمها ايه يا مستر؟ اسمها تنزانيا. دي دوله افريقيه، تاخدها برضه بالتفصيل بعد كده. هي تتميز بالاتساع، يعني متسعه واسعه. في دوله تانية اسمها كينيا، على اسم جبال كينيا. هي ضيقه. هي ايه يا مستر؟ ضيقه. بس ايه الحلاوه ديت؟ ايه الجمال ده؟ بس كده؟ يبقى دلوقتي سهول المحيط الهندي موجوده في شرق القاره في دولتين، هي مختلفه الاتساع. في دوله تنزانيا هي واسعه، في دوله كينيا هي ضيقه. مستر بس في كلام كتير قوي مكتوب عند كينيا، هقوله لك برضه. بيقول لك بقى هي عباره عن شريط ضيق، يعني ضيقه، بينحصر بين الساحل وهضبه انت خدتها معايا اسمها هضبه البحيرات الاستوائيه. اعرف اسمها عشان ممكن تيجي اكل. يبقى سهول المحيط الهندي ضيقه في دوله كينيا. ضيقه يا ابطال، هي عباره عن شريط ضيق بينحصر بين الساحل وهضبه البحيرات الاستوائيه. بس اعرف كده، هضبه البحيرات الاستوائيه يا مستر. يبقى تاني، سهول المحيط الهندي مالها؟ هي بتقع في شرق القاره. طيب هي مختلفه الاتساع. في دوله تنزانيا هي واسعه، في دوله كينيا هي ضيقه، عباره عن شريط ضيق او هي ضيقه بين الساحل وهضبه البحيرات الاستوائيه. برافو. اما بقى سهول المحيط الاطلنطي، دي بتقع في غرب القاره. ايوه، المحيط الاطلنطي في الغرب. هي سهول متسعه. لو شاطر وهوديك القناطر، ليه سهول المحيط الاطلنطي واسعه؟ لو شاطر قولي الاجابه. لعدم وجود الجبال او المرتفعات. برافو. وهي غنيه بالحقول الزراعيه. ايه الحلاوه دي؟ انت سهله قوي يا مستر. يبقى سهول المحيط الاطلنطي مالها؟ موجوده في غرب القاره، وهي سهول واسعه. سهول واسعه وغنيه بالحقول الزراعيه، بالمحاصيل الزراعيه. يبقى هي سهول واسعه وغنيه بالحقول الزراعيه.
طيب خلصنا كده سهول المحيط الهندي وسهول المحيط الاطلنطي، نرجع عليهم. يبقى سهول المحيط الهندي موجوده في شرق القاره يا مستر. طب هي مختلفه الاتساع، ها في دوله تنزانيا قول واسعه بس، طب في دوله كينيا ضيقه واسكت بقى. طيب عندك بقى سهول المحيط الاطلنطي في غرب القاره. طيب غرب القاره اليماليه يا مستر، ما تلخبطناش، غرب القاره صح، غرب القاره اليمادي. طيب هي بقى عامله ايه؟ واسعه يا مستر وغنيه بالحقول الزراعيه. برافو يا ابطال. طيب عندنا كده ملحوظه مهمه، بيقول لك نستنتج ان القاره الافريقيه بتطل على بحار، ايوه البحر المتوسط والبحر الاحمر، ومحيطات زي المحيط الهندي والمحيط الاطلنطي واسعه، تحتوي على العديد من الثروات الطبيعيه. عندها ثروات طبيعيه كبيره قوي زي الاسماك مثلا يا مستر، وتحرص الدول الافريقيه على استثمارها، على استغلالها بشكل ايه يا ابطال؟ مستدام. يعني ايه يا مستر بشكل مستدام؟ يعني بشكل ينفعنا وينفع الاجيال القادمه، بشكل ينفعنا وينفع الناس اللي بعدينا، بما يحقق اهداف الاقتصاد الازرق. اقتصاد ازرق يا مستر؟ ده تعريف كان عندك السنه اللي فاتت بس اتلغى من عليك. ربنا بيحبك مش عليك التعريف. شوف تعريف قد ايه، هفهمه لك برده كده بطريقه سريعه. الاقتصاد الازرق يعني حاجه تنفعنا وتنفع الناس الجايه، اسمها التنميه المستدامه، اسمها التنميه المستدامه، حاجه تنفعنا وتنفع الناس الجايه. فهمني يا مستر بمثال، انا دلوقتي خلال اسبوع جايب اكل يوم السبت بتاع الاسبوع كله، ينفع يوم السبت انزل على الاكل اكله كله لوحده كله كده اخلصه وطول الاسبوع اقعد اشحت؟ لا يا مستر، يبقى لازم انظم نفسي، كل يوم اكل حاجه، كل يوم انظم نفسي. هو ده نفس الكلام. احنا عندنا ثروات مائيه كتير قوي، نخلصها على طول كلها ولا تنفعنا النهارده وتنفعنا بكره؟ هو ده اسمه الاقتصاد الازرق. يبقى لو انت فاتح الكتاب بقى صفحه 48 علمني على الكلمه دي، الاقتصاد الازرق. اتفقنا يا ابطال؟ يبقى دي المعلومه دي اعرف بس منها ان احنا لازم نحافظ على الثروات المائيه عشان نحقق اهداف الاقتصاد الازرق يا مستر. برافو. طيب اخر جزئيه معايا، عندنا حاجه اسمها الجزر في قاره افريقيا. هما جزيرتين بساط قوي. عندنا جزيره اسمها مدغشقر. جزيره ايه يا مستر؟ مدغشقر، ودي اكبر جزر القاره. يبقى اكبر جزيره في القاره اسمها جزيره ايه؟ مدغشقر. فين مكانها على الخريطه؟ اهي، هي دي اهي، هي دي لوحدها اسمها جزيره ايه يا ابطال؟ اسمها جزيره مدغشقر يا مستر. طيب من خلال الخريطه دي، هي بتقع في المحيط الهندي، باينه اهو في المحيط الهندي. موقعها في المحيط الهندي. تقترب من الساحل الشرقي يا مستر بتاع افريقيا، عند مضيق عند مضيق موزمبيق. الاسامي دي يا مستر؟ المضيق اللي بين الجزيره وبين افريقيا، في مضيق في النص كده اهو، علم لك عليه كده، اسمه موزمبيق اهو. موزمبيق، الاسم الغريب ده يا مستر، موزمبيق، مضيق موزمبيق اهو. هنا واضح، ادي جزيره مدغشقر اللي لوحدها، وده مضيق موزمبيق. يبقى تاني، جزيره مدغشقر هي اكبر جزر القاره. جالك سؤال، ايه اكبر جزر القاره؟ وانت قاعد مسرح شعرك وحاطط جل هتكتب جزيره مدغشقر. طب هي بتقع في المحيط الهندي. طب هي بتقترب من افريقيا عند الساحل الشرقي اللي بيفصلها عن افريقيا، يعني الحاجه اللي فاصل ما بينهم مضيق اسمه مضيق ايه يا ابطال؟ مضيق موزمبيق. مضيق ايه يا ابطال؟ موزمبيق. جزر القمر خدتها، دوله عربيه، ايوه. هي بتقع شمال غرب جزيره مدغشقر. بتقع فين يا مستر؟ شمال غرب اهي، هي دي دولة جزر القمر. ادي جزيرة مدغشقر، هي بتقع شمال غرب جزيرة مدغشقر. بس كده معلومة كده خلصت. يبقى اهم الجزر عندك حاجتين، جزيرة مدغشقر ودي اكبر جزر افريقيا، بتقع في المحيط الهندي، وهي بتقترب من الساحل الشرقي. في مضيق بقى في النص عند مضيق موزمبيق. طيب جزر القمر دي بتقع شمال غرب جزيره مدغشقر. وبكده يا ابطال خلصنا شرح الدرس التاني. طالب منك طلب صغير قوي، انزل دلوقتي اشترك في القناه، فعل زر الجرس، واعمل لايك الجميل بتاعك، وشير القناه كل اصحابك وحبايبك عشان يوصل لك كل جديد. مع مستر محمد سامي حبيبك. مع السلامه يا ابطال.